السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن سؤال بيدور في أذهان كل الناس، خصوصا بعد الفيديوهات اللي فاتت اللي بتخص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ناس كتير بتسأل وبتقول أنا بصلي على النبي، بس هل ربنا تقبل هذه الصلاة؟ طب أعرف إزاي إن صلاتي دي وصلت؟ طب ايه العلامات اللي ممكن تبشرني؟ بصوا يا جماعة، العلامات دي مش دايما بتكون حاجة كبيرة في الأول، لأ، ساعات بتكون كده لمسة بسيطة من ربنا، حاجة صغيرة قوي بس قلبك يفهمها من أول مرة. أول علامة بقى من العلامات قبول الصلاة على النبي إنك تلاقي قلبك اتغير من جوه. عارفين الإحساس ده؟ اللي يكون جواك هدوء، كأن في حاجة كده كانت تقيلة على قلبك واتشالت. مش شرط المشكلة تتحل، بس قلبك يبقى مطمن. الطمأنينة بقى دي مش إحساس عادي، دي رسالة من ربنا ليك، كأن كده ربنا بيطبطب على قلبك وبيقولك أنا قريب وأنت مش لوحدك. يعني مثلا في واحدة كانت بتقول قصة كده جميلة جدا وبجد أثرت فيا. بتقول أنا ما كنتش ملتزمة قوي وبمر بضغوط كتير جدا، دايما حاسة إن مفيش حاجة بتكمل في حياتي. بتقول في يوم كنت قاعدة وسمعت فيديو عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أجرب. بتقول أنا بدأت أصلي على النبي 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. بتقول مش عشان حاجتي تتحل، لكن علشان قلبي يرتاح. بتقول بعد كام يوم لقيت نفسي بصحى من النوم وأنا هادية، لقيت نفسي بتقبل اليوم بدون خوف. وبتقول لأول مرة من سنين أحس إن أنا مطمنة بالشكل ده. بتقول كمان زائد على كده، أنا لما رحت شغلي لقيت المديرة بتاعتي بتقولي على فكرة أنا معجبة بتركيزك جدا الأيام دي. بتقول أول مرة حد يكلمني بالشكل ده. بتقول ساعتها بقى أنا فهمت إن البركة دخلت حياتي قبل الرزق، وإن القلب تصلح قبل الدنيا. على فكرة أنا لما قريت القصة دي عينيا دمعت، لأن ده بالظبط اللي بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى بيصلح جواك الأول وبعدها بيفتح لك الأبواب واحدة واحدة. العلامة التانية بقى إنك تلاقي حاجات كانت معطلة بقالها فترة بدأت سبحان الله تتحرك، حتى لو حركة بسيطة. يعني مثلا موضوع كان واقف فجأة ربنا يسهله، حاجة كنت خايفة منها تلاقيها عدت بسهولة، حد كان موقفلك موقف تلاقيه فجأة اتغير وبيسهل الدنيا. الصلاة على النبي يا جماعة بتفك العقد واحدة ورا التانية. مش لازم تكون معجزة لحظية دلوقتي وتحسيها، لا، ممكن تكون خطوة صغيرة، بس الخطوات الصغيرة بقى دي هي اللي بتوصلك للحاجات الكبيرة. كان في قصة تانية كنت أحب أن أنا أحكيها لكم، جميلة جدا من قلب الواقع. شاب بيقول حياتي وقفت، كل باب أخبط عليه مقفول، كل شغل أدخله يبوظ سبحان الله، لدرجة أن أنا فكرت أن ربنا غضبان عليا. بيقول في يوم من الأيام واحد صاحبي قال لي يا عم أنت زعلان ليه؟ يا عم وأنت قاعد كده طول ما أنت قاعد جرب تصلي على النبي من قلبك، مش لازم بالعدد. بيقول بدأت فعلا كل يوم وانا رايح الشغل اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وانا راجع من الشغل اصلي على النبي، وانا قاعد اصلي عليه. بيقول بعد اسبوعين لقيت جالي اتصال من شغل هو كان حلم حياتي اللي قدمت فيه من سنة، وللأسف كنت مرفوض دايما. الأغرب بقى بيقول لك ان المدير بنفسه قال لي ربنا ارشدني ليك. بيقول انا هنا بقى فهمت ان ربنا كان كاتب لي حاجة احسن، واللي انا كنت مستعجله كان بعيد عن صالحي. القصة دي بقى يا جماعة بتورينا ان واحدة من علامات القبول هي التيسير، ان ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك طريق ما كنتش تتوقعه، وان الابواب اللي اتقفلت زمان تتفتح فجأة، مش لان الدنيا اتغيرت، لا، لان قلبك اتغير، الطريق بدأ يتفتح بالبركة. العلامة بقى اللي بعدها انك تحس بنور في وشك، مش لازم حد يقولك، انت نفسك هتحس ان في حاجة مختلفة، تحس براحة بسكينة بابتسامة من غير سبب. ده نور الصلاة على النبي يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، لما تذكريه جزء من النور ده بيدخل حياتك. من العلامات المهمة كمان ان ربنا يحط لك القبول ما بين الناس، يعني تلاقي ناس كده بتحبك من غير سبب، تلاقي كلام لطيف بيجي على ودنك فجأة، تلاقي حد بيدعي لك من غير ما تطلبي. ده ليه بقى؟ لان النبي قال اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة، فربنا بيرفع مقام اللي بيكتر الصلاة عليه في الدنيا قبل الاخرة.
من العلامات كمان الجميلة انك تلاقي نفسك مصروفة دايما او بعد دايما عن الذنوب اللي كنت بتعمليها بسهولة. تلاقي نفسك مش قادرة تعصي، تلاقي نفسك متضايقة لما تعلي صوتك، تلاقي قلبك بينقبض لما تغلطي في حد. دي على فكرة علامة قوية جدا ان القلب بدأ ينضف، وان الصلاة على النبي بدأت تصلحك من جوه قبل ما تصلح حياتك من بره. وفي كمان علامة مهمة جدا وهي من اهم العلامات، انك تتعلق بالصلاة على النبي. تلاقي نفسك كده فجأة بتحب تذكره بدون مجهود، بدون ما تقعد تعد كده على ايديك، القلب اتعلق وبقى هو اللي بيناديك. الذكر اللي بيجي يا جماعة من القلب ده هو اعلى درجات القبول. في حاجة كمان لازم اقولها، مش كل علامة هتحصل لكل شخص. ربنا مش بيقيس حبه لينا بالعلامات، بس لو واحدة من دول ظهرت عليك اعرف ان ربنا بيقربك، وان صلاتك دي وصلت، وانك على خير كبير. وفي الاخر احب اقول لكم دعاء بسيط من قلبي: يا رب اجعل قلوبنا عامرة بذكرك والصلاة على نبيك. يا رب ارزق كل واحد بيسمعني سكينة ما بعدها سكينة، ورزق واسع وفرج قريب. في اخر الفيديو لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على حبيبكم المصطفى، وتذكروا اسم الله في التعليقات. شكرا جدا على حسن استماعكم. طبتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.